تعالى اقولك على اجمد رز تعمليه في عزوماتك ويشرفك كده قدام ضيوفك، هيتبهروا بيه. حاجه كده من الاخر. اول حاجه معانا حله وهنحطها على النار وننزل عليها بمعلقه سكر، نسيبها لغايه ما تتكرمل خالص معانا، تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامي كده. وبعد كده هتعملوا ايه؟ هننزل عليها بميه مغليه، بس بالراحه واحنا بننزل بالميه كده. وبعد كده هنبدأ ننزل عليها بمعلقه من الزبده صغيره، وبعدين هننزل عليها بالبهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملح، فلفل اسود، حبهان مطحون، قرفة، شوية كركم. هيدوله طعم حلو قوي، حاجة كده من الاخر. ونغطيها ونسيبها لغاية المية ما تغلي. وبعد كده نغسل الرز معانا. دايما بقول لكم الرز حتى لو في اكياس لازم نغسله يا جماعة عشان ننزل النشا اللي فيه. نبدأ ننزل بالرز كده، وبعد كده هنبدأ نقلبه. قبل ما نقلبه، قبل ما نغطي عليه، هننزل عليه بشوية زبيب نحطه في قلبه كده، بتطعم الرز وبتخلي طعمه حلو قوي يا جماعة. نبدأ نقلب كده ونغطيه بقى لغاية ما يشرب ميته. وبعد كده نوطيه على نار هادية خالص لغاية ما يتشرب معانا. بعد كده جبت معلقة زبدة في طاسة ونزلت عليها بالمكسرات اللي عندي، كانت متبقية من رمضان. لو انتي ما عندكيش غير فول سوداني بس حطيه، مش هيفرق خالص، هيبقى جميل جدا كمان. قلبناها وشوحناها المكسرات في قلب في قلب الزبدة كده، ادت نكهة فظيعة جدا. وقدمناها بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده، ولا الزبدة اللي كانت في المكسرات، حاجة كده من الاخر. زي ما بقول لكم بقى اجمد رز تحفة، يشرفك في عزوماتك قدام ضيوفك وبألف هنا.